نتيجة مخيبة تضع الفريق الوطني في موقف صعب. دي الديبي دو تورنوا رانا في وبيي دي ميرس، لازم نرياجيو ضد الأردن ولازم نربحوا ضد الأردن. دونك اون سي مي لا بريسيون، يفو دير لا فيريتي. اون جوي ضد فريق أقوى منا، سير المقابلة كما يريد، سجل أهداف في أوقات أوقات حساسة، كسرت المنتخب الوطني. نظن ان احنا تكلمنا على الكثافه في الميليو تيران ولا اغريسيفيتي في الميليو تيران، فلا بريزون. فهذه ما كانتش وهذا نقطه استفهام. والميليو تاعنا ثاني كان لاطاك تاعنا فوضويه شويه، فوضويه. يافي با سيت ميتريز، يافي با سيت رابيديتي، اون ايتي تري لون. المنتخب الوطني كان غايب. وهنا انا نتساءل كيفاش لاعب كيما ميسي نطلقوا له، نخلوا له مساحات لعبنا كوم سي اون. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي أحسن أحوالكم. الأصدقاء ديالي، إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا على اليوتيوب ما تنساوش تدعمونا أخوتي بالاشتراك في القناة، كذلك تفعلوا الزر ديال الجرس، لايك أخوتي الفيديو، بارطاجيو فيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تدعمونا ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذه القناة. أصدقاء ديالي، كيف ما عهدناكم في القناة جبنا لكم فيديو جديد، فيديو يستحق الدعم والمشاهدة. بلا ما نطول عليكم ندوزو نشاهدوا الفيديو. نتوما حكموا، كذلك كتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم، ونتلاقاو في نهاية الفيديو. هزم امام ميسي الذي سجل ثلاثيه كامله ويعادل رقم كلوز ب 16 هدف في المونديال، او في على مر التاريخ في مشاركته في المونديال. سجل 16 هدف. منتخبنا الوطني انطلق جيدا في المواجهه، لكنه لم يصمد امام حملات رفقاء ميسي وثلاثيه كامله. هل هذه النتيجه الثقيله ستؤثر على باقي المشوار؟ هل هي مجرد كبوة جواد؟ كل هذا سنحاول ان نحلله في حصه المونديال اليوم في الصبيحه، وليس في السهرة بعد نهاية المباراة مباشرة. 3-0 من تسجيل ليونيل ميسي الذي هزم لوحده رفقاء أو أشبال بيتكوفيتش. علي بن شيخ، البداية بك. النتيجة كانت ثقيلة، وكنت تقول قبل بداية المباراة أنه اللي يهمنا ليست مباراة الأرجنتين بل التأهل للدور الثاني. هل هذه النتيجة لم تكن منتظرة، ولو أنه بالنظر لمجريات اللعب ارتكبنا الكثير من الأخطاء؟ نجمو نقولوا ما كناش نستناو بان سكور دو 3-0 كمان. قلنا هما نسيو نديروا المجهودات اللي لازم ونسيو نلعبوا، لان انا قلت لك من الاول وانا نقول لك بلي ما تهمناش الارجنتين، حنا نحوسوا كيفاش نتكاليفياو، باش نتكاليفياو نسيو نديروا تو نوت بوسيبل باش نسيو نديروا النيل او ما نخسروش بان سكور باري. ولهذا شفنا بلي لعبنا ضد فريق منظم كما يلزم الحال، عنده الحلول تاعو دائما يصيبهم. الكره تخرج من الدفاع لوسط الملعب، لي ميليو تيرا يجيو يديمونديو لي بال باسكو عندهم دي سوليسيون، يجوا تريونغ toujours la solution vers la troisième personne, c'est-à-dire troisième joueur يجيو يدوموندو. عندهم حلول. خدمه هذه فيها الحلول يلعبوا. وميسي ما كان نهضروا عليه لان لكن اين ما مشاتش الامور للمنتخب الجزائري، رغم انه البدايه لم تكن كارثيه، يعني كنا اون بلاس من الناحيه التكتيكيه، لكن بمرور الوقت كي بدينا سيفري كنا غالقين كاع المساحات وما خليناهمش يتنفسوا. هما حوسوا يدخلوا من الوسط، يحوسوا على ميسي، كنا غالقين. سيفرين كنا ناجحين في هذيك، ولكن ناجحين ما حبطناش حتى كرينا دي زوكازيون دو بيت ولا ما عدا الهدف الذي رفض بداعي. خلينا اون دور دو بيت بون ابار سا مي لو ريست. من بعد فيريا ميزير بدات الامور تنحل، لانهم بعد هما تغلبوا علينا، داونا كاع الملعب. الميليو تيرا داوه هما سون تاكاباري دو ميليو تيرا، ولاو يمشيو الكره كما يلزم الحال. ومن بعد كاين الغلطه تاع البرومي بيت
لان الجوار اللي مد لميسي كسر لا لين خطوط. نعم. بوداوي ما قراش لو جو باسكو بوداوي اليوم كان خارج. لو كان قرا لو جو هذا كان هو اللي انترسبتي جازت عليه الكره. ودوزيام اللي غلط في هذا البيت قالنا سي مندي انت كي جازت لا بال ميسي يحكم الكره ورايح بها، علاش تولي له اللور؟ عنده طبيعه يولي اللور، روح ليه انت كاين بن 70. كنت متخوف من مندي منذ البدايه. انا قبل في ليميسيون قبل ما يبدا الماتش كلمت قلت بن سبعيني، ولو انه حتى بن سبعيني بدنيا ما كانش جاهز 100% اليوم. مش عليه مي بن سبعيني ما يديرلكش الماتش كيما موالفي يدير، لان عنده شحال ما لعبش. عنده هذيك رجلو بوتات خايف شويه عليها ممكن، ولكن لعب شويه بالانتيليجونس تاعو، كان يبريسي، كان يعرف يبلاصي روحه. مي مندي لو برومي بيت يا اخي ما ترجعش للور ميسي ولا ترجع له اللور خلاص. ما تنجمش تعرف كم مين راح يحطها، هذه غلطه. ابارتير دو مومون اللي زاد ماركاو لك البيت خلاص، من بعد الوسط داوا كومبليتمون، ولاو يمشيو بعقلهم يجريو في المقابله ويستناو البون مومون باش يزيدوا يسجلوا. سي اون ايكيب تري بيان اورغانيزي. احنا المهم اليوم ما نحب ما كان لا نقولوا شكون لعب مليح شكون ما لعبش مليح ولا باسكو لازم نحن رانا نحلوا على كل. انا نقول لك فلان لعب مليح فلان. انا اليوم ليكيب سو لو بلون جو ما دارتش كيما موالفين نشوفوها، كيما نحبوا احنا ما شفناهاش. هذه الميليو تيرا كان غايب بن طالب ابسون، بوداوي ابسون، كان شايبي ومازا هما اللي كانوا يسيو يديروا لو جو شويه. ولكن احنا دوكا علاش قلت لك هكذا، ستادير يفو دوكا انا نظن يفو ما بونسيو بروشان ماتش مع الاردن يفو لوجيكمون في الفوتبول والو بارفوا لا لوجيك ما تكونش. اون فا يسي دو غاني مع الاردن باسكو تربح ماتش ودير ماتش نيل جو سور 4 نقاط. انا من الاول وانا نقول لك نتكلم على لا كاليفيكاسيون، ما نتكلمش على الناس تكلم تقول لك نربح الارجنتين ندير ماتش نيل. سي ديفيسيل هذا لو باري هذايا. واضح سي علي. راح نبقاو معاك بعد قليل، نروحوا للميلود جديات. قبل ان نفصل بالتفصيل الممل، كيف هي قراءتك اليوم على العموم لما حدث للمنتخب الوطني؟ شفنا مراحل متباينه في المباراه، نفرحوا ونقولوا بدينا مليح، بعدها الهدف جاء الهدف، قبل هذا جاء هدف شيبي الذي رفض. نهايه المرحله الاولى لم تكن على احسن ما يرام، بدايه الشوط الثاني كنا في المستوى ثم تسجل لنا الهدف الثاني خلاص، ومن بعد لقينا روحنا اسفيكسي. شنو هي واش محتاج شي معلم يخدم لك في الدار وما بغيتيش تبقى تسول حتى واحد؟ دابا ما بقى حتى قبل المقابله سجل لنا الهدف الثاني خلاص، ومن بعد لقينا روحنا اسفيكسي. شنو هي قراءتك او اسباب هذه الهزيمه الثقيله حسب رايك؟ شوف رضوان، تكلمنا قبل المقابله، تكلمنا خصيصا على وسط الميدان رضوان. صحيح. لو فزنا بوسط الميدان وما ارتكبناش اخطاء وما خليناش مساحات للفريق الخصم، لانها تحب ولا تكره رضوان، راك تلعب ضد فريق عالمي، لاعبين ذو خبره كبيره، عندهم امكانيات كبيره رضوان. لو لاحظت مدافعين تاع الارجنتين كيفاش يخرجوا بالكره، وفي لكن الريتم كان بطيء شويه، الريتم بطيء، ولكن في 30 متر الاخيره كانوا يسرعوا في الهجمات تاعهم رضوان، وتحسهم باللي متفاهمين في لي كومبينيزون بيناتهم، تحس يشغلوا ويشوفوا في بعضهم. دونك كاين دي اوتوماتيزم. دونك رضوان هما تغلبوا علينا، اما على غرار العشر دقائق الاولى اللي كنا بيان اون بلاس، ولكن بعد تسجيل الهدف للفريق الارجنتيني نظن باللي الدفاع تاع وسط الدفاع والدفاع كنا كارثه رضوان. نظن نهار اللي يتغلبوا عليك في وسط الميدان والفريق الارجنتيني ماشي اللاعب اللي كان ثقيل رضوان، كانوا يسيروا في المقابله على حسب الريتم تاعهم هما رضوان، كانوا يلعبوا يكونسيرفيو بالعقل من اللور، وين يغتنموا الفرصه في 30 متر الاخيره وين تشوف ميسي لاكسيليراسيون تاعهم. نظن باللي النقطه السوداء اليوم وسط الميدان رضوان. هزيمه تعتبرها مستحقه يعني رضوان؟ منطقيه. احنا تكلمنا رضوان، احنا تكلمنا كما تكلم لك علي، فريق الارجنتيني فريق عالمي، احنا تكلمنا قبل الحصه قلنا ماذا بينا نلعبوا مقابله في المستوى اللي تخلينا ندخلوا في المونديال. احنا ما يهمش النتيجه رضوان،
ولكن بالطريقه هذه نظن بلي تدخل بعض الشك المجموعه للجروب، حتى للمناصر البسيط هذا اللي كان معلق امال كبيره على اللاعبين. ولكن احنا نظن ما نحشموش بالخساره هذه. الاخطاء اللي درناهم امام الفريق الارجنتيني لازم نتفاداوها في المقابلات القادمه. احنا ما زالت عندنا 2 ماتش ان شاء الله ريكتيفي، وان شاء الله المدرب ثاني يشوف الاخطاء ويشوف الاشياء اللي ما مشاتش، واللي يكون احسن واللي يكون يميريتي باش يلعب في المقابله القادمه ان شاء الله هو اللي. تفضل يا سعيد. انا على كل حال كنت مديت رايي في لا مانيير دو جوي سي لو بلان سيستيم دو جو. انا كنت حاب يلعب 5-4-1 يعني بثلاثه في اللاكس. نعم، لان الارجنتين لا فورس تاعهم يجوزوا من الوسط، هذه وحده. ثانيا انت كي دير كويري افونسوت وما يعيلكش كاع لي زاريا سونترو تاعهم ما يجريش موراهم. جو بريفير 5-4-1 ويلعب هذاك بوعلي ولا عموره ديرون بوانت. عموره مقار يبريسي يديرون يقلق الدفاع. اي او ميم طون راك كنت نتكلم ونقول الوسط ما لازمش يديوه كاع. الوسط كي نقول الوسط بالميليو ولاك سونترال. البريمي بيت جا من تم، والتروازيام بيت من تم، والدوزيام لا في 3 اهداف من المحور كاع من الوسط، زوج من اللاكس. كاع من اللاكس. لو كانوا 3 من تما كما قلت لك 5-4-1 صعب له هكذا، باسكو واحد يفكر في روحه يخرج. يخرج المدرب يقول لك ما حبش يلعب بطريقه دفاعيه محضه. لو تلعب دفاعيه هذه انتم عندكم هذه العقليه تاع الدفاعيه، باسكو يلعب 5-4-1 دفاعيه. نو كي تلعب 4-4-2 كاع نقولوا دفاعيه كيف كيف. انت الناس كي تلعب كيلكو سوا لو سيستم، كي تريكيبيري الكره تما اللي تبان الهجوم كاع ياتاكي يوليو. شفنا الاتليتيكو دو مدريد اللي هما معروفين بالدفاع تاعهم، ولكن كي تكون عندهم الكره يوليو ب7 ب8 في القدام. صحيح. احنا هذه اللي كنا نقولوا نحذروا بلي لازم نغلقوا لهم الوسط كاع من الوسط حتى لا ديفونس تاعنا. امين اكساس، قراءتك لهذه الهزيمه الثقيله التي لم تكن منتظره صراحه. صحيح واش قال ميلود جديات وعلي بن شيخ اننا واجهنا فريق كبير، فريق اقوى منا، لكننا كنا سهلنا له المأموريه باش فازين علينا بهذه النتيجه ربما، ولكن حتى احنا كنا طامعين اكثر اغريسيفيتي اكثر. كما قلنا شفنا تشكيله كانت تشكيله متوازنه، شفنا ليكيب كي بدات ال10 دقائق الاولى اون بلاس، شعرنا باننا نملك الامكانيات للوقوف في وجه المنتخب الارجنتيني، لكن بمرور الوقت شفنا مستوى اعلى. رضوان كي تتكلم على التشكيله المتوازنه بطبيعه الحال، لكن على ارضيه الميدان شيء اخر. عندما يكون عندك 3 لاعبين بين ال11 خارج الاطار راح يفوسيو لك لو جو. صحيح. من اللاعبين اللي تعتبرهم بانهم كانوا خارج الاطار. اولهم بالغالي ارتكب عده اخطاء من الناحيه الدفاعيه. نعم. هجوميا ما ساعدش خاصه على الواقع الايمن. ثانيا بوداوي خارج الاطار تماما. بوداوي ما عقلناش، ماشي بوداوي اللي كنا نشوفوه في المباريات السابقه. وثالث لاعب غويري اللي ما عطى اي حلول للهجوم تاع المنتخب الوطني. كذلك بنطالب نوعا ما يعني وسط الميدان، وسط الميدان كذلك حتى حاج موسى لم يكن في المستوى. يعني جايك حاج موسى 3 انا حسب 3 هذوما. لا حاج بالغالي حاج موسى انت يا حاج موسى كي ما تعطيلوش كورات ما تلحقلوش كورات كومام. وكي تقول لي حاج موسى ما تلحقلوش كورات، نقول لك ايضا غويري كي ما تلحقلوش كورات، بما انه غويري حطيته مع الثلاثي، حطيته مع بالغالي اللي ما كانش في المستوى، نوافقك، وبوداوي ايضا وغويري. لكن انا نقول لك ماشي غير 3 سير لو 11 رونترون، لي 11 جوار اللي دخلوا ربما تقريبا نصف التشكيله كانت خارج الاطار. غويري احنا ما نتكلموا عليه من الناحيه الهجوميه، تكلموا عليه من الناحيه الدفاعيه ما قلقش لي ديفونسور، خلاهم يلعبوا الاس، كل ما يحكموا على لي ديفونسور يلعب بريح، وكون عموره ولا لاعب واحد اخر على الاقل يجيني شويه. هذا من الجانب الدفاعي. نعم. واصل امين. على العموم فوز مستحق للارجنتين، نقولها بكل صراحه بكل جداره واستحقاق. هذه ما يختلفوش فيها. صح. كما نقولوا عرف كيفاش يسير المقابله، لعب على حسب لو ريتم ديالو، يطلع وقت ما يحب، يهبط وقت اللي يحب. القوه ديالو كانت في 30 متر الاخر. حنا كنا تكلمنا في الكوليس، كنا نشوفوا في المقابله كي تشوف انت كيفاش الطريقه اللي يخرج بها انت تبان لك ببطء
لكن يعرف كيفاش يبني من الوراء الى وسط الميدان، يلحق عنده كما نقولوا 30 متر الاخير يطلع في السرعه. لهذا كانت السرعه في التنفيذ. وكان تشوف انت الهدف الاول بلا باس العموديه اليمينات 6 لاعبين تقريبا صحيح. ماشي تقريبا 6 لاعبين، بقاو 4 لي ديفونسور. وثاني كذلك لازم نقولوها اليوم بكل صراحه ما عندناش حارس مرمى. انا تكلمت عليها ونزيد نقولها اليوم بكل موضوعيه. اليوم الحارس المرمى تلقينا 2 اهداف. انا نقول باللي الدفاع ما البرومي بيت بن سبعيني ومندي يسالوا في الهدف مع حارس المرمى، باسكو حارس المرمى كان قادر يتصدى. دائما اللي بيت جاونا من اللاكس. باسكو علاش ما كانش الضغط على حامل الكره، ميسي يحكم الكره. انت دوكا ميسي راهو جاي خلاص قريب ل 20 متر او 25 متر، علاش تولي للوراء؟ شفنا بن سبعيني ومندي مولين للوراء، لا رحت لازم تضغط على اللاعب. صحيح. لهذا سهلوا المأموريه. وميسي راك تتكلم على احسن لاعب في العالم، ما تعطيلوش المساحات هذوك خاصه قريب للمرمى. لهذا ثاني زيدان شفنا الهدف الاول كان قادر ديجا قاسها، يتحمل المسؤوليه. انا نقول ماشي 100%. لهذا انت حارس مرمى في هذا كي تشوف انت الارجنتين ما خلقوش فرص كثيره خاصه في الشوط الاول. صحيح. انت تحسب 2 تير 2 بوت. لا لا بريمير ميطون خلصت 1 مقابل 0. شنو نحكيك بين الشوط الاول والشوط الثاني سما تيراو 2 تير 2 بوت. التير الاول تاع ميسي سجل. الهدف الثاني اللي تيراه اللاعب ماكاليستر، عاود رجعت الكره اللي ثاني يسال فيه الحارس المرمى اللي عاود رجع الكره ما عرفش حتى وسط الدفاع ما كان حتى واحد في لاكوفيرتور. المتابعه هذه هي. وانا لا وسط الدفاع يتحمل المسؤوليه. خلينا هي كي تكون كي يتماركا البيت مشتركه لا مشتركه 100%. نو 100 باسكو علاش ان غارديان دو بيت انت التير هذاك انا شفناه كان قادر يديفي في الكوتي يبعد الخطوره. هو وين ولات لابال الى وسط الدفاع. وسيفري ومع ذلك المتابعه ما كاش متابعه حقيقه. لهذا انا نقول باللي شوف لعبنا ضد فريق تكلمنا قبل المباراه، فريق جد يلعب كره جماعيه، فريق منسجم عنده الدفاع صلب. ثاني كنا قادرين عملنا بعد فترات بعد فترات ضغط العالي على حامل الكره على الدفاع. كنا نوعا ما ولا تشوف كي غير نديروا بريسيون على لا ديفونس نقلقوهم ويخرجوا الكره الى التماس يعطونا الكره. لهذا انا جاب لي ربي ما امناش بروحنا، كان تخوف نوعا ما. وثاني عندنا مشكل عندما كما نقولوا نضيعوا الكره في 20 متر الاخير او 30 متر في الدفاع في المنطقه تاع الارجنتين باش نعاودوا نولوا كاين تحول بطيء جدا. تكلمت لك قلت لك ضد هولندا كانت عده مرات عطينا لهم احنا الفرصه. واضح. خلينا نروح لسامي العماري اللي راهو طري ديسو رغم انه قبل اللقاء كان متفائل بتحقيق نتيجه ايجابيه وبالتشكيله التي دخلت. ما الذي حدث اليوم سامر العماري حسب رايك؟ اولا نتيجه مخيبه تضع الفريق الوطني في موقف صعب. دي الديبي دو تورنوا رانا او بيي دو ميرس لازم نرياجيو ضد الاردن ولازم نربحوا ضد الاردن. دونك اون سي مي لا بريسيون يفو دير لا فيريتي. اون جوي ضد فريق اقوى منا، سير المقابله كما يريد، سجل اهداف في اوقات حساسه كسرت المنتخب الوطني. نظن ان احنا تكلمنا على الكثافه في الميليو تيران ولا اغريسيفيتي في الميليو تيران فلا بريزون. فهذه ما كانتش وهذا نقطه استفهام. والميليو تاعنا ثاني كان لاطاك تاعنا فوضويه شويه on يافي با سيت ميتريز يافي با سيت رابيديتي اون ايتي تري لون. المنتخب الوطني كان غايب. وهنا انا نتساءل كيفاش لاعب كيما ميسي نطلقوا له نخلوا له مساحات لعبنا كوم سي اون سافي كو l'Argentine était supérieure à l'Algérie. Un entraîneur est censé avoir un plan pour stopper les forces تاع l'adversaire. هنا شفنا ميسي دار واش يحب ماركا بيت رغم انه في بعض الفترات لا يظهر ولكن في كي يحب ياكسيليري يماركي لنا دون لاكس كيما قلت 3 فوا دون لاكس ديرك لا فاسيليتي. ونزيد نقول لك باسكو يفو دير لا فيريتي الارجنتين اليوم لعبت تاع الريتم تاع الجزائر.
ربحونا سون. انا جو بونس با هذا هو لو فوليوم دو ترافاي لو فوليوم دو جو تاع الارجنتين ريال. لعبوا يعني رتم اللعب تاعهم اعلى ولكنهم سيروا اللقاء. سيروا المقابله. اللاعبين خيبوا. انا كنت جو ماتوندي بيو دو بن طالب دو بوداوي دو مازا دو حاج موسى سورتو. ميم البدلاء اللي دخلوا ما جابوش لو بلوس. يفالي او موان سوفي لونير بار ان بيت. جو بونس كو اليوم ما كناش في الاطار. انا والله غير سا ما رابيل ان بو لا ديفات تاع نيجيريا في لا كوب دافريك. سي اليوم ما كناش بالسوء اللي لعبنا به امام نيجيريا نسبيا، ولكن سي لا ميم امبرسيون. اون لامبرسيون كاين فرق بين الارجنتين والفرق في المستوى، وهذا المستوى مازال ما لحقنالوش. واضح سي علي. نعم خليني اسمح لي. شوف كي تلعب كيما لعبنا مام لي ديبي مع ديك 10 مينيت كادر ما تهضرش عليها. بصح حنا كي تلعب افيك ان افونسونت كيما كويري لازم قلتها لكم قبل ما نبداو ليميسيون، لازم لي ميليو تيران والاريير